حبايبي القلب، الله يعطيكم العافية اخوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. طبعا قلبك فوقيه عربد العيون الشباب، وكل اشي يا اخوان بهالدنيا نصيب. طبعا يا اخوان في شفر مدبج حلو داير صار له يومين ثلاث عندنا بالحارة. هسه قبل الشو لما طلعت عاد انا طلعت هيك يا اخوان، كان على الارض هون فز وطار. وين راح؟ ورا العمرة هذيك العالية، هذيك العمرة العالية. شكله الطير ببيت غاد او ما بعرف، بس انا دائما يا اخوان بحط اكل برا عشان الاكل اللي زيادة بخليه عشان العصافير والحمام البري. اوكي، شكله الطير كان يجي عندي ياكل ويروح. طبعا انا امبارح اللي اجيت فقط يا اخوان على السطح، طلعت صار لي يومين ما طلعتش على الحمام. صارت عندي شوية هيك شغلات يا اخوان، فتضايقت فصرت اروح متاخر بالليل واتعاجز، والدنيا مطر وكبس وشتاء وبلاء وكل شيء. فامبارح الشتاء وحطيت الطير، يعني الطير الشفر له داير 3 ايام. اليوم شو بدي اعمل له؟ راح افتح له الخم على الزاوية غاده ذيك، واترك له برا 3 4 طواير على الارض. راح احط له 3 4 طواير على الارض، بركن على الله الطير نزل عندهن وحط حبس لحاله مع الطواير. نشوف كيف، ان شاء الله خير. احنا بنحكي اذا انه نصيب فيه بكره بصيده، بخلي له اكل برا، بخلي له زياده حمام مع برا، بخلي كم من طير برا من الخشنات من الفراخ ومن الشغلات هاي. طيب شو صار معنا بالشتاء؟ طبعا يا اخوان اخر فيديو انا صورت انه كان في وسخ هون، شايفين يا اخوان؟ كان في وسخ هون. هذا الوسخ يا اخوان مسكر المزراب. لما سكر المزراب وين صارت المي تفوت؟ المزراب هون على جوا الزق. طبعا ناشفه هون الحمد لله رب العالمين، هاي الزقه هون ناشفه. طبعا هذا كله انا راح اشيله يا اخوان، بس افضله ان شاء الله كم من يوم راح اشيله ان شاء الله رب العالمين. وهي عندنا هون الحمام الحمد لله رب العالمين كلها على ودنه. طبعا هذا المسود فرخ يا اخوان، راح اطلعه اكرشه. والمسود المعطر هذيك الجوا راح اطلعه اكرشه. ليش؟ لان هذول الثلاثه اخوان يا اخوان، ابوهن وامهن هين الابلق والمسود، فصاروا طلعوا لي فراخ مع شوراتي بجانحهم. الطيره بحط على اي طير من المسودات اللي عندي يا اخوان ان شاء الله. اوه طلع طلع حبيبي. طبعا وعندي الابلق هاد تبعي بدي احطه على الطيره الفاضحه تاعتي اللي مع الابرش جوا، هاي شايفينها؟ والابرش اطلعه وين؟ على الكشه. الطيره هاي النغله بدي احطها على النغل اللي هون. وين راح النغل؟ في نغل هون عندي حلو يا اخوان، هيو. اما البطل هذا الشكلي بحضر لي بيض، بده بيض. طبعا ليش انا بدي اشيل الفراخ يا اخوان؟ لانه طلعوا لي فرخ مش حلو كثير، ما عجبني بصراحه الفرخ. يمكن الطون الثانيات يطلع حلو ما بعرف، بس انا ما عجبني الفرخ. هي صراحه هاي شايفينه؟ هيو هاي شايفينه طير، يعني شكله طير. انا عشان هيك راح اخليها، انا راح اخليه الطير. تعال نشوف كيف، يمكن عشانه متبهدل مش حلو مبين. انا هيك يعني البلقه بدي اياها للابلق هذا، للابلق الفاضح. هي فاضحه مدبجه حلسه بنحط هذا بيطلع عندنا فراخ حلوات كل شيء. اما هذول الاثنين يا اخوان راح اخليهم مع بعض، ما راح اشيلهم لانه هذول بيطلعوا لي مساويت. طبعا هذول الطيرين من رمزي، مرة قال لي قلت له بدي اشيلهن، قال لي لا ما دام بيطلع المسودات خليهن. فانا رايح اخليهن لعيونه ولعيون رمزي بغيابه. طيب اما هون فايته مي جوا، فايته من هون يا اخوان المي عندي بتجمع هون مي نازله من المزراب، فايته هون ما بتفوت جوا صعب لانه مطينه انا هون. فايته من هون عادي مش مشكله. ومن السقف منقطه خفيف عادي، حكيت انا مش مشكله. هذا رايح افك الشبك كله واعمل له شغل جديد. راح يكون عندنا في شغل تعديلات على السطح يا اخوان. احنا وين ما بنشوف شغل مليح راح نعمل ونحط للسطح، ما راح نقصر بشيء. طبعا هون يا اخوان نص الفحول 3 الفحول القوية طلعتن وين؟ على السطح عندي.
طلعتن عندي وين؟ على السطح كلهن. ظلن عندي هون طواير وأكم من فحل. الكشمير القوي هذا تبعي راح اطلع على السطح. هذا طبعا ست صيد يا اخوان، يعني بعتبرهاش قويته، يمكن اكشه بيروح لصاحبه. اما الهومرة هاي اخوي صادها. في عندي الشكلية هاي على الباذنجاني حاطن عادي مع بعض خليها. وعندي مسودي هاي بدي احطها على ذكر مسود، لانه ذكرها مسود القراقصة شكله ما فيه كبسة يا اخوان. اما الشفرة الحمراء خليها هاي لاخوي، هاي خليها عندي بعدين بنشوف شو نعمل فيها. وعندنا هون الحلوين طبعا. عندي المزهور هذا اللي مرة جاب لي اياه ولد بالحارة مقصوص، وحكيت لكم يا اخوان صاحب الطير يجي ما حدش اجى. هاي طلع نسله بدي اطيره، نروح لصاحبه روح، مش يروح لصاحبه تيجي تقول صدت لعصام طير القوي بقطع راسه. وكمان والنوري هاي لابسين النوري الازرق لابس اخضر، خلصت الريشه تاعته بدي اقصه. مش يروحن تيجي تقولوا صدنا لعصام طير القوي وابصر شو. زي مره ما صادوا لي 5 طيور مع بعض، وقال ايش بقولوا هذول الهن 4 سنين عنده. طب 4 سنين عندي ولا سنتين عندي؟ لك بتصيدن 5 مع بعض. كل ما واحد يحكي معي او اديله الفيديو تبع الحمامات الجداد. وانا لما كشيتن اخوان قسما بالله حكيت عليهم بديش اياهم الحمامات. اللي بده يصيدن صحتين وعافيه. بس المره الجاي ما راح احكي صحتين وعافيه، راح اقطع راس الطير او اعطيه لاي متابع، ولا اخلي بني ادم يصيده. خلاه عندي 3 سنين وكان يخالطني، ولك انا الي 4 اشهر ايام هذيك كنت قاعد بربي. الي 4 اشهر بربي. هاي لقينا رزقه، ها شايفينها شلن، لقينا شلن. بحكي لكم كل حياه نصيب كل ارزاق. واما القويه هاي هون طبعا هي جوعان كثير، فاضيه مي عندها طبعا. هسه بدنا نطلع نخاوى. اما الالوان نشوف الالوان شو صار فيها. تعي 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 تعي. طبعا الحمد لله الحمام بلشت تشد كل اشي معي الالوان. طبعا انا بطيرها على راحتي يا اخوان، بدي اطيرهن يطيرن مبدئي. بدلعهن بعدين بزعلهن، بدلعهن بعدين ببلش فيها. ترى الحمام القوية شكلها بدها مي يا اخوان. حرام. خليني احط لها مي وارجع لكم يا اخوان، لانه والله العظيم ماني قادر اتحمل هذا الموقف تاعهم. لاهور تعبان يا اخوان، ما بعرف شو ماله، جانح مرتخي ما بعرف ليش. شوفي الحمام الفوق شدت بالعالي الالوان، يعني مليح الالوان. شوي لقدام بنصير نطلعها مغرب. خلصت منها صبح، هسه بصير اشدها. طلع صار يسفروا الكل بده يصيد لي عادي صحتين وعافيه يا اخوان. شوي وبرجع لكم ان شاء الله. هاي اول مرة بيطيرن على الليل يا اخوان مثل هيك. الحمام هاي الطيرة اول مرة بتطير على الليل. في عندي ظل العنابة والشغشلة والنوري، نوريات زرق حمر سود. وهذا القرقاط اللي طاير طبعا اللي سته انا.
طبعا انا مخلين على راحتهم يا اخوان، بس بدي افرجيكم كيف انه بلشنا. هسه هيك يا اخوان بصير ابلش فيهن على الليل على العتم الحمام ان شاء الله. بعدن خايفات، بعد الحمام خايف لانه مش متعوده، مش متعوده تطير على الليل، بتعرفوا طالعه بروك جديد، فبدها تليين. اول شيء كرش كرش الصبح، بعدين تليين. وبعدين ما راح ادز على الموعد. في ناس بيستنوا فيها كثير يا اخوان، ادز لهم اياها على الموعد. دزوا لي مثلها بدز لكم زيها. هاي حمامكم طايره كلياتها، والله ما في طير نوع. والله. طبعا ان شاء الله هاي الحمام القويه يا اخوان تاعتي. بدي اقلب طيرانها تيجي تحط من هون هيك ان شاء الله، بس خليها تطلع القويه لانه القويه في منها فراخي، فراح اقدر اسيطر عليها. في فراخي هون، فيها وين راح البوز الازرق والنغل والزاجر الازرق، فيها كم من طير من فراخي صراحه. حبايبي القلب لا تنسونا من الاشتراك ودعم بلايك، وزي ما حكيت لكم كله إلنا والبقى والبقى. شفتوا كيف اول مره كشيت على الليل ما طارت معي، هسه عادي بخليني يطيرن على راحتين اخواني يتدللن. تعي 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 بخليني يتدللن عادي، ما عندي مشكله. المهم الحمام بكره بعد بكره بتصير تاخذ معي على الليل على العادي، نبلش فيها جرد وبرم ان شاء الله، نخليها حمام تليق بالقناه ابو عمر للطيور. لا تنسونا الاشتراك بالقناه وكله إن حبايب القلب.